اهلا وسهلا يا ساده. النادي الاهلي بيفوز بالثلاثه وبيضرب كالعاده. اهلا وسهلا بكل عشاق قناه ابراهيم مش فايق. النادي الاهلي بيفوز النهارده في الجوله ال25 على نادي فاركو بنتيجه 3-0، ودي النتيجه المحببه لجمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت والمحببه لكولر والمميز بيها الفتره اللي فاتت. لو جينا اطلعنا على سجل النتائج الخاصه بالنادي الاهلي هنلاقي النتيجه 3-0 هي النتيجه المميزه في الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي بدا اللقاء النهارده بشكل حماسي وضاغط من اول دقيقه. 4 كروت قدمهم لنا كولر النهارده ما كناش متوقعين ان هم يلعبوا، بس هو قدمهم عشان راحه بعض لعيبه عنده، لانه عنده مباراه سموحه القادمه وعنده مباراه الرجاء. ال4 كروت دول هم تحديدا محمود متولي وكريستو والقندوس والو ديانج. 4 لعيبه هايلين جدا. ده بيدل لك ان النادي الاهلي الدكه بتاعته مليانه بالنجوم التقال، يعني مش معنى ان هو هيريح لعيبه فهينزل لعيبه دون المستوى، لا منزل لعيبه مستواهم عالي وكويس جدا. سوء الحظ هو لكريستو انه طلع في الدقيقه 13 للاصابه. الدولي التونسي للاسف هو حظه كده، كنا نتمنى دي تكون بوابته للقاء، لكن ال3 لعيبه التانيين ادوا اداء وبلاء حسن في المباراه النهارده وكانت نتيجه جيده 3-0. لو جينا اطلعنا على اللقاء هنلاقي النادي الاهلي دخل اللقاء ده هو عنده 47 نقطه من 19 لقاء، فاز 14 لقاء، اتعادل 5 بدون هزيمه. طبعا الاداء جيد جدا للنادي الاهلي، كره سلسه، كره جميله، كان شبه تدريب للنادي الاهلي النهارده وتخطى عقبه طارق العشري والفريق العنيد بتاعه. فاركو لو جينا اطلعنا هنلاقي ان فاركو لا فريق تقيل وفريق كويس، بس النادي الاهلي حجمه من اول لقاء النهارده وخطفه في هدفين في الشوط الاول. لو جينا بصينا على اللقاء هنلاقي ان في ثبات مستوى لمحمد هاني وحمدي فتحي وحسين الشحات، مستوى هايل جدا ومستوى خرافي للثلاثه بيأدوا باداء كويس. الغريب النهارده اشراك محمد الشناوي على عكس اللقاء، يعني انت لو لاحظت ان كولر بيريح لعيبه كتير جدا، الوحيد اللي ما ريحوش محمد الشناوي، وده ليه سبب. لو جينا بصينا اللقاء اللي فات هنلاقي ان محمد الشناوي ما كانش بيخرج فوق الكوره، دايما مستخبي تحت العرض. لو بصينا على محمد الشناوي النهارده هنلاقي لا، الراجل شاف عيوبه في الماتش اللي فات والراجل قال له انت لازم تأدي النهارده باداء كويس. محمد الشناوي كان بيطلع في كل كوره وكان هايل جدا النهارده. طبعا لو جينا اطلعنا اكتر هنلاقي ان الهدف بتاع النادي الاهلي جه في الدقيقه 18، خطأ من حارس المرمى اللي هو شيكا بتاع فاركو. الراجل علي معلول من كره ثابته رفعها، شيكا طلع عليها عدت منه راحت لمتولي، متولي احرز الهدف. رد فعل جيد من متولي، الراجل اللي هو الكارت اللي الراجل مقدمه النهارده قبل بلاء حسن. هدف واحد مش كفايه، ده كان هتاف جمهور النادي الاهلي في اللقاء النهارده، وده بيرجعك لايه؟ لان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان مستواه بيقل مع مستوى الفرقه الضعيفه اللي قدامه، يعني الفرقه الضعيفه مستوى الاهلي بينزل معاها وممكن يفوز واحد وممكن يتعادل مع الفرقه وممكن يخسر كمان. لو جينا اطلعنا على البنك الاهلي لما كنا بنلعبه نجيب فيه جون يجي البنك الاهلي يخطفنا في اخر اللقاء، فطبعا ده اداء كويس، انت بتجيب الاول والثاني والثالث والجمهور واعي كده بيقول لك احرز الاول والثاني والثالث وهات اكتر من جون، لان هو ده الاهم، احراز الاهداف، وهو ده اللي بيميز النادي الاهلي. لو جينا بصينا في الدقيقه 38 صاروخ من القندوس هايل جدا، ده الكارت الثاني لكولر، يعني لعيبه بتأدي، اللعيبه اللي قدمهم واشركهم بيقابلوا بلاء حسنا في اللقاء. لكن للاسف الحكم رجع للفار ولغى الهدف. لغى الهدف مش عشان الكره لمست حسين الشحات، لا، لغى الهدف لان حسين الشحات كان في اللعبه وخايل الحارس خلى شيكا اترمى على الشمال والكره راحت في اليمين. طبعا الراجل مشارك في الهجمه فطبيعي ان جدا ان الكره تتلغي، لكن هي ما لمستش حسين الشحات. في الدقيقه 48 هدف اكتر من رائع لمحمد شريف، هدف جميل جدا، هدف مزيكا سيمفونيه بيقدمها لنا النادي الاهلي، بورتريه جميل جدا. حسين الشحات بيباصي السهل الممتنع بتاعه، قدم لمحه فنيه لحمدي فتحي في مباراه الكاس وخلى الراجل يجيب لنا جون الفوز. قدم النهارده برده لمحه فنيه وباصها لمحمد شريف، محمد شريف قفلها بلعبه فنيه جميله جدا، كنا بنتفرج على الكره وهي داخله الجون. الهدف الثاني في الدقيقه 48 في الشوط الاول. طبعا لو جينا بصينا على الشوط الثاني، الشوط الثاني بسيط جدا، النادي الاهلي خلاص امن الفوز وفاز بنتيجه 2 فمش محتاج حاجه من الشوط الثاني. الشوط الثاني اخر اللقاء خالص، النادي الاهلي في الدقيقه 96 محمد هاني داخل منطقه الجزاء، الكره اتعمل فاول معاه في منطقه الجزاء، ضربه جزاء، الحكم رجع للفار اتاكد ان هي ضربه جزاء، دخل علي معلول افضل محترف في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، احرز الهدف الثالث، ودي النتيجه المحببه للنادي الاهلي. ايه مكاسب اللقاء النهارده؟ مكاسب اللقاء راحت لعيبه كتير جدا ونزولهم في اخر الشوط الثاني. لو احنا ركزنا اللقطه بتاعت طاهر محمد طاهر، الراجل خرج من اللقاء بعد تغييره، هو الراجل قاصد ايه؟ الراجل قال لك ان انت دلوقتي مصاب يا طاهر يا محمد طاهر، انا اشركتك في اللقاء وهو ده الوقت اللي انا كنت عايز العبك فيه، بس انت نزلت اللقاء بدري ناتج اصابه كريستو، بس انا نزلتك وقلت العبك فتره صغيره بعد كده طلعك. الراجل اتضايق وباين عليه انه اتضايق، لكن الراجل ما قدمش اي شكل من الاعتراض وخرج بصوره هايله، لان طاهر محمد طاهر من اللعيبه الواعيه فكريا. لو جينا اطلعنا على النقيض الثاني نادي فاركو هنجد ان نادي فاركو نتائجه الفتره اللي فاتت كانت جيده جدا. نادي فاركو داخل اللقاء دوت وهو عنده 24 مباراه، فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر
6. عنده دلوقتي تحديدا في المركز الثامن. نادي فاركو مع طارق العشري، الراجل قبل بلاء حسن الفتره اللي فاتت وعلى من شأن الفرقه. الراجل تواجده مع الفرقه لعب معاهم 9 لقاءات، فاز في 5 وتعادل في 4. عنده لعيبه جدا على مستوى عالي. لو جينا ركزنا، اللعيب بتاع وسط الملعب سكاري لعيب هايل جدا في وسط الملعب، من اللعيبه اللي بيصعب ان الكره تتقطع منهم. وقبل بلاء حسن النهارده، لولا النادي الاهلي فايق على كل الانديه الخاصه بالدوري المصري، اللعيب ده كان هيبقى ظاهر بشكل جيد جدا. اللعيبه العناصر اللي هقولها لكم دي لو ظهرت في فرق او لعبت فرق عاليه هيبقى ليها شأن كبير. برضو اللعيب اللي عندك رزق حمروني صاحب ال8 اهداف، الراجل ده احرز 8 اهداف مع نادي فاركو ولاعب جيد جدا وبيأدي بصوره هايله جدا. اللعيبه دي بتبقى مميزه، لو ركزت على مجريات اللقاء ولعبت اللقاء هيظهر لك خامه ومعدن اللعيبه اللي تتمنى وجودها في نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي، الانديه الجماهيريه الكبيره نتمنى وجود اللعيبه دي فيها. برضه من اللعيبه الكويسه والمدافعين الهايلين هو جوبرسون، اللعيب ده هايل جدا جدا، مدافع في نادي فاركو. انت لو اطلعت عليه هتلاقي انه فنيا عالي، اللعيب بياكل سبعات وبيمشي ويمشي كور من تحت رجول اللعيبه، اللعيب بيخش في وسط الملعب ويخش على الطرف، لعيب هايل جدا بمعنى اصح، الكره تحت رجله تتمنى تتفرج عليها، بيقطع كور كويس وبيمرر كور وبيراوغ كويس، وده الغريب على مدافع انه يكون مهاري في الدوري المصري. عندك محمد حماده لعب 5 مباريات مع منتخب مصر، الراجل ده عنده 29 سنه بيأدي برضه اداء كويس جدا مع فرقه فاركو. طارق العشري كان مقدم مع الفرقه دي صوره كبيره جدا وصوره جيده، بس للاسف الاهلي عشان دايس الفتره دي، الاهلي غلب فاركو قبل بلاء حسن وقدم اداء جيد عليهم. اداء متواضع طبعا قدام النادي الاهلي، وكان اداء بسيط جدا، ان الجون تلو الاخر النادي الاهلي حجمهم في الشوط الاولاني وخلص اللقاء. جينا بقى لاهم حدثين في الساحه المستديره وتحديدا بما يخص النادي الاهلي. انتقال امام عاشور وامضاءه 4 مواسم للنادي الاهلي، موقف كهربا من اللاعب الفتره الجايه والعقوبه والغرامه اللي عليه. اولهم امام عاشور، طبعا بعض الصحف الاعلاميه طلعت علينا وقالت ان امام عاشور مضى 4 اعوام للنادي الاهلي. الموضوع ده هيجد صعوبه كبيره جدا، لان امام عاشور قدامه 4 ازمات، 4 ازمات دول هم اللي بيأجلوا او بمعنى اصح ال4 ازمات للنادي الاهلي. النادي الاهلي مش هيقدر يتعاقد مع امام عاشور بسببهم. اول حاجه فكره انه يرجع للدوري المصري، دي فكره صعبه جدا، او اللعيب مش هيفكر فيها دلوقتي، ليه؟ الراجل ده الاحتراف وحابب انه يكون مثله الاعلى محمد صلاح، وان هو يكمل في الدوري الاوروبي وبعد كده ينتقل لفرقه، الفرقه دي بتلعب في دوري تشامبيون، يجرب الاحداث العالميه الخارجيه. لكن فكره رجوعه للدوري المصري هتبقى صعبه جدا، لان هو الراجل خد قرار الاحتراف. تاني فكره معانا اللي هو القيمه التسويقيه بتاعت اللاعب. نادي ميتلاند اشترى اللاعب ب 3 مليون دولار. طبعا نادي ميتلاند مش بكل سهوله كده هيخسر ال 3 مليون ويجي يبيعه للنادي الاهلي بفرق بسيط، لا، نادي ميتلاند هيجمد اللعيب عنده شويه، يظهره للساحه ويظهره للفرق القويه، والفريق الاقوى والفريق الاحق بالقيمه التسويقيه بتاعت امام عاشور اللي هو يكسب فيها نادي ميتلاند اي فرق بسيط او فرق عالي يقدر يقدمها ميتلاند للفريق ده. طبعا القيمه التسويقيه بتاعته هتبقى لازم تبقى عاليه عشان يقدر يخرجه، فطبعا كده هو لسه ما كسبش فيه، فمش هينفع يخرجه بكل سهوله للنادي الاهلي. ثالث حاجه، اداره الاهلي تريد التعاقد مع مهاجم اجنبي. دلوقتي الفتره اللي احنا فيها دي النادي الاهلي عايز يتعاقد مع مهاجم اجنبي. مهاجم اجنبي عشان تجيبه محتاج تدفع فيه 3 مليون دولار او 4 مليون دولار. طبعا القيمه دي عاليه جدا، فانت دي محتاج تخصصها للمهاجم. عشان تيجي تفكر في امام عاشور فانت محتاج يعني ماكسيمم كده بمعنى اصح ان انت تجيب المهاجم وتجيب امام عاشور بمعنى اصح ب 7 مليون دولار، فدي قيمه عاليه جدا على خزانه النادي الاهلي، ومش هيقدر النادي الاهلي على القيمه دي، فهيخصص كل جهوده للمهاجم الاجنبي. رابع حاجه معانا الزحمه اللي موجوده في وسط الملعب. لو جيت اطلعت على وسط الملعب هتلاقي ان موجود عدد كتير جدا، حمدي فتحي والسوليه ومروان عطيه، وعندك 2 محترفين في وسط الملعب الو ديانج والقندوز. نيجي نبص تاني على اللعيبه المعاره، عندك نيدفيد، عندك محمد محمود، عندك عمار حمدي، عندك العربي بدر. دي لعيبه كتير جدا في وسط النادي الاهلي، من الصعب النادي الاهلي يفكر في وسط ملعب تاني. تاني حاجه شغله معانا الراي العام هي محمود كهربا. اللعيب ده للاسف الفتره اللي فاتت دي نزاع ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك واتحاد الكوره والفيفا ولجنه فض النزاعات، احداث كتير جدا حوالين اللاعب، بس اللاعب بيشارك بشكل كويس. انا بصراحه مشفق على محمود كهربا في ظل النزاعات دي كلها، الراجل بيشارك بشكل اساسي وبصوره كويسه وبيأدي نتائج كمان، والراجل بيشارك بصوره كويسه جدا. لو جينا اطلعنا على اخر حاجه حصلت واحداثيات حصلت في القضيه بتاعته، هنلاقي ان غرفه فض النزاعات اختارت كل من النادي الزمالك والنادي الاهلي واتحاد الكوره، قالت لهم ايه، وتحديدا اختارت المحامي بتاع اللاعب اللي هو التونسي علي عباس، قالت لهم ان يوم الاثنين 11 ابريل ان محامي اللاعب امامه 21 يوم للاستئناف على الحكم امام المحكمه الرياضيه الدوليه، وعلى ان تبدا مهله 60 يوم من بدايه يوم استلام الحيثيات 11 ابريل. يعني لجنه فض النزاعات وضحت ان اللعيب قدامه
تحديدا 60 يوم من يوم 11 ابريل ان هم متاحه للاعب لحين سداد الغرامه. لو جينا اطلعنا تاني هنلاقي ان يحق الكهرباء الاستئناف في غضون 21 يوم مع المشاركه في كل المباريات بشكل طبيعي، ويحق له التواجد مع الاهلي حتى نهايه مهله 60 يوم. يعني بمعنى اصح اي حد يشكك في دلوقتي في القضيه، او اي حد يتكلم، او اي حد يقول لك ده خلاص كهربا هيتوقف، ده الماتش الجاي مش هنلاقيه على الدكه، ده الماتش الجاي هنلاقيه الراجل محبوس، ده اللي ممكن يقولوه الفتره اللي جايه. لا، الناس بتوضح وبتقول لك ان اللعيب قدامه 60 يوم من تاريخ 11 ابريل انه يقدر يشارك فيهم بصوره اساسيه مع النادي الاهلي، ومفيش اي غرامه على اللاعب خلال الفتره دي. بعد 60 يوم دول لازم ما يعدوش الا يكون اللعيب مسدد الغرامه. طبعا دي احداث غريبه جدا، انا ما اتمناش ان تحدث في كره القدم. ليه؟ لان دي بعيده كل البعد عن كره القدم. اتمنى ان الحقائق تظهر وان اللعيب ما يتظلمش في الاخر، نادي الزمالك ياخد حقه، نادي الاهلي ياخد حقه، اللعيب ياخد حقه، نخلص من الكلام الغريب ده. لو جينا اطلعنا اكتر ورجعنا للخلف اكتر هنلاقي ان كهربا اصلا كان موقع على عقود جديده عند رحيله لنادي هيتاي سبورت. العقود دي كان عقود على سبيل الاعاره، تمام. الاتجاه الحالي دلوقتي ان هم عايزين اعاده تفعيل العقود دي وتعديل الشق المالي بها ليكون من الفئه الاولى في الفريق. يعني هم عايزين يعدلوا البنود اللي هي الخاصه بالجانب المالي. دي اجراءات خاصه من النادي هناك واجراءات خاصه من المحامي بتاع اللاعب، بحيث ان هم يضمنوا للعيب حقه وللنادي هناك حقه. وطبعا بعيدا عن نادي الزمالك اللي شاكيهم وعايز يمتص او عايز ياخد حقوقه كامله، بعيدا عن النادي وبعيدا عن اللاعب. لو جينا اطلعنا بيقول لك سيحصل كهربا على السنه الاولى. يعني العقود اللي هم هيجددوها دي مفادها ايه بقى؟ ان كهربا هيحصل على حقه في السنه الاولى من عقده، تمام، بجانب بعض المستحقات الاخرى. يعني اللعيب هياخد عقده السنه الاولى قيمته وهياخد مستحقات اخرى، وكذلك بعض الاموال التي تم الاتفاق عليها تحديدا لتعاونه في دفع الغرامه. يعني اللعيب طبعا بيعرف، النادي ميتلاند عارف ان اللعيب ماشي في الاجراءات، ما بيماطلش، ده هو هيدفع الغرامه بس ماشي في اجراءات بسيطه. فعشان ناتج ان هو بيعمل كده هم فعلوا معاه ان هم يجددوا العقود، وكمان بيقولوا انه هنديك اول سنه من عقدك وكمان المجريات الاخرى والاشياء الاخرى الخاصه المتعلقه بالجوانب الماديه. يعني بمعنى اصح النادي بيمد التعاون لكهربا وكهربا بيمد التعاون للنادي، وحابب نادي الزمالك هو كمان يخش في الصوره بحيث انها تتمهد بصوره طبيعيه ونخلص من الموضوع اللي واخد وضع كبير جدا اكبر من حجمه، واللعيب يلعب بحريه ونادي الزمالك ياخد حقه ونادي هيتاي سبورت ياخد حقه وكل الاطراف تاخد حقها حتى النادي الاهلي، ونخلص من البوليته دي. وبكده تكون نهايه حلقتنا النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم مع قناه ابراهيم مش فايق. اتمنى نعمل لايك للحلقه دي، نعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.